انا مقتنع من جور السعيد يسعد، واللي اشتغل مع الناجح هينجح. اوكي. فلو هو ناجح انت تاخد، مش بتاخد من نجاحه بالفكره الفكره اللي بياخد من، لا، انت بتاخد من اتيتيود وسعيه للنجاح، فتبقى انت شبهه عشان تكمل معاه. اوكي. يعني انت فاهم، يعني انت يبهت عليك الناس الناجحه ما تشتغل معاها تبهت عليك، والناس الفاشله لما تشتغل معاها تبهت عليك. ازيكم؟ انا اسمي وائل حمدي، سيناريست، والبودكاست ده عشان ادردش مع اصدقائي وزملائي اللي بيشتغلوا نفس الشغلانه، نفهم احنا بنعمل ايه، نشوف احنا عندنا مشاكل ايه، نشوف احنا نفسنا نعمل ايه قدام. وفي الحلقه دي معايا صديقي وزميلي السيناريست صلاح الجهيني. ازيك؟ ايه الاخبار؟ انا اول حاجه منبهر آه. بالحاصل يعني. ف يعني الموضوع مش بسيط، كنت فاكره طبعاً. ابسط من كده. المج حسسني هاي ان احنا داخلين على حاجه، أيوة، على حاجه في ليفل عالي. تمام. السيناريست صلاح الجهيني ده التايتل اللي تحب يتقال، اللي هو لما بيكتبوا كده على البار مثلا بتاع التلفزيون، ولا المؤلف، ولا الكاتب؟ انت شايف نفسك التايتل الانسب للي انت بتعمله ايه؟ انا يعني المؤلف اشمل، بحس ان هي اشمل شويه، لان انت عارف احنا مش كل الناس عارفه احنا يعني في سيناريو وفي قصه وفي كده، فبحس المؤلف اشمل. ولكن سيناريست برضه هي ده الاساس، ده احنا سيناريست مش صحيح. مؤلف. برضه ممكن تتلخبط شويه، طب ده بيألف ايه؟ ايوه بالظبط. فسيناريست لا، انت بتعمل سيناريو وحوار، فانت بتشتغل في السينما او المسلسلات او كل ما هو سيناريو. صحيح. انا يعني جزء اساسي او سبب رئيسي يعني لفكره البودكاست ده كله كان اللي انت قلته دلوقتي، ان الناس ممكن ما تبقاش فاهمه هو ايه السيناريو ده، يعني اللي هو يعني ايه سيناريو. هو القصه يعني؟ لا هو مش القصه. طب هو الحوار يعني؟ لا هو مش الحوار. فايه السيناريو من وجهه نظرك؟ ايه التعريف البسيط؟ هو ما فيش وجهة نظري، هو في حاجة اسمها السيناريو او في حاجة يعني قصدي هي مش وجهة نظر، تعريفك هو انت شيء ليه علمي ايه؟ يعني. السيناريو هو الجملة اللي بتقال يعني بره، يقول لك هو بلو برينت بتاع الفيلم، هو خريطة الفيلم. فهو كل حاجة بتحصل في الفيلم انت المفروض ان انت تبقى حاططها في 100 صفحة 120 صفحة whatever بقى انت عملت كام بتوع الفيلم ده. فانت حاطط خارطة الطريق، كل ما بتتقال، كل لبس لابسينه، قاعدين فين، بيقولوا الكلام ده فين، الشمس طالعه ولا مش طالعه. ممكن تحط حاجات لها علاقه اتعصب، اتعمل كده، طبعا اي اكشن يعني، قام ضربوا بعض، كل الحاجات دي احنا بنحطها. فده السيناريو بشكل عام، ولكن طبعا جواه تفاصيل لها علاقه بان طب ايه السيناريو ده له اليونت بتاعته اللي هي المشهد. فالمشهد ده يونت الفيلم، فاللي هو له زمن معين، له بداية ووسط ونهاية. الفيلم كله بداية ووسط ونهاية كفيلم، ثم بداية ووسط ونهاية كمشهد. ونركبهم على بعض بالزبط. وكذا. حلوة فكرة البلو برينت بتاعت الفيلم دي. محتاج ايه كفنان؟ محدش قالها قبلي في الحلقات انت اللي اول قبل. واحد طب يقول بلو كويس، برينت. الحمد لله. تعليم مدارس لغات. ايوه. محتاج ايه ككاتب اصلا مهتم بالكتابه؟ ايه اللي المفروض يبقى عندك عشان تعرف تعمل البلو برينت دي بتاعت الافلام؟ السيناريو ده محتاج ايه؟ ادوات، ايه نوع الموهبه، ايه نوع الحرفه اللي محتاج تبقى عندك عشان تفرقك عن كاتب الروايه مثلا؟ ده سؤال يتضمن حاجات كتير وصعب جدا، لانه انت ممكن تبقى عارف كل الرولز وعارف كل الحاجات وما شاء الله عليك بتستخدم الاي اي وبتستخدم الفاينل درافت وبتستخدم كل حاجه، بتطلع حاجه شكلها سيناريو، بس هو مش سيناريو. صح يعني او لا يصلح ان هو يتعمل، او لو اتعمل هيبقى كارثه. فقصدي برضو تعالى نفرق، لان في النهارده وممكن تبقى ناس عارفه الرولز كلها حتى، يعني طبعا مرحله الاي اي دي لسه ما حدش مش فاهمها ومش عايز افهمها، بس هي في ناس كتير جدا عارفه الرولز وبتدي ورش وبتعلم الناس، بس تعرفش تكتب في الاخر، او صحيح. ممكن تكتب اعمال
مش هنقول رديئه ما ضعيفه، لقيتش حد ينتجها يعني ليه، لان مش يعني مش حلوه يعني او بالظبط. فقصدي هي برضو مش شرط البتاع. يفرق عن الروايه انك تبقى عارف الرولز، تبقى عارف الرولز وتبقى عارف بقى، ودي الحاجه الصعبه، ان انت تبقى عارف الناس عايز تتفرج على ايه، او عندك توقع، عندك رؤيه ما الناس عايز تتفرج على ايه، او الناس هتبقى عايزه تتفرج على ايه. ده الاحسن. يعني خلي بالك، الناس عايز تتفرج على ايه، يبقى انت ممكن تبقى موديل قديم. يعني ممكن تقول الناس عايز تتفرج على ايه، على ما تيجي تعمله يكون ده قدم. فانت الناس هتبقى عايزه تتفرج على ايه. ده جزء من الاسباب اللي تخليك ممكن تبقى ناجح، ان انت تبقى سابق السوق بخطوه بس مش بكذا خطوه. اوكي لان انت ممكن تسبق قوي فتبقى، لو سبقت قوي برضو مش هتتشاف غير بعدين. لا لو سبقت قوي ممكن حتى لو اتعمل ما يبقى بعيد، صح. الناس تستغربه. وفي عمل كده بترجع بعد تقول يا اخي ده كان سابق زمنه قوي. لكن بالتالي انت محتاج تبقى سابق بخطوه مش بكذا خطوه. حتى في الكتابه انا بعمل الحكايه دي. يعني ما تبقاش سابق قوي، لسه سابق شويه. طيب انت امتى عرفت ان انت قبل ما تحترف وقبل ما تبدأ تجرب وبتاع، امتى حسيت انه فكرة كتابة السيناريو دي او فكرة ان انا اخطط للافلام هي دي الحاجة اللي انت نفسك تعملها؟ بص السؤال ده يعني بالتالي تسألوا نفسك كتير، تعرفش اللحظة بالظبط، يعني نقطة سنطرنا امتى، الكرة سنطرت امتى وبتاع الحاجة. يعني انا دي صعبة، بس انا اتذكر حاجة غريبة. انا مش هقول لك ان حلمي كان طول عمري وانا طفل ان اكتب ابقى سيناريست او اكتب افلام، او بالعكس يعني ما تخيلتش اصلا ان ده اوبشن ممكن يحصل في حياتي، او ان ده شيء ممكن افكر فيه لغايه ما كبرت. ويعني وبالتالي كان دايما شيء غريب. لكن اذكر انا في بدايتي ان انا عايز ابقى مؤلف او سيناريست، اني في الاول خالص كنت بكسف اقول انك بتخاف ساعات انك تقول في الناس ما تشجعكش. كنت بتتكسف تقول انت الاول احنا انك هتمشي في السكه دي. لا بكلم في العشرينات. انت بدأت تفكر في الموضوع وانت كبير شويه. وانا كبير. فكان انا بدأت من احباط، ان انا الشيء الوحيد اللي عرفت ان انا مش هبقى مهندس مدني، وان انا هعمل حاجه تانية. بس قرار ان اكتب سيناريو ده كان قرار صعب. وابتدى الموضوع اني فكرت اعمل ستاند اب كوميدي. يعني كنت ايامها متيم بفكره الستاند اب كوميدي، وكنت عايز اعمل ستاند اب كوميدي. كنت شغال على اني اتعلم الكوميديا واتعلم ازاي الستاند اب كوميدي بيتعمل، وبتفرج على الكوميديانز الاجانب وبتاع. ثم من دي قلت طب ما اكتب سيت كوم، طب ما اكتب كوميديا، طب ما اكتب كده. يعني كانت باديه كده. لكن مره من الحالات النادره في حياتي اللي بقول لواحد صاحبي انت العادي لما بتقول لحد بيقول لك ايه يا ابني وليه كده وهتضيع نفسك، وعارف في حد يسيب هندسه في الاكتئاب ده. انت كنت اشتغلت، انت كنت بتشتغل؟ لا ما كنتش، لا كنت عندي مشاريع جانبيه كده حابب اعملها. فمره بقول لواحد صاحبي، فقال لي ايه ده بجد؟ طب ما ده منطقي جدا. فاستغربت رده، جبتوش معنى. قال لي زمان واحنا في المدرسه انا كنت بستنى اليوم اللي انت هتيجي فيه بعد الويك اند، عشان كنت بتحكي لي الافلام اللي بتفرج عليها. فكنت ببقى مبسوط جدا وانت بتحكي لي الافلام. فانت طول عمرك عندك دي، فبتحكي الافلام حلو باين كده. فبقول لك ده شيء مثلا. يعني فهي في حاجه موجوده، بس انت يعني ما تقدرش تقول، لان زي ما بقول لك الفكره نفسها، او ازاي تخش على الطريق وتخش في المشوار ده وتبتدي منين، ده شيء صعب جدا يعني. بس برضو اختيار الكتابه على كبر كده اختيار نادر. على كبر دي كلمه. لا كبر اللي هو ما هو يقول لك ايه يعني، اللي هو اللي غاوي كتابه ممكن الموضوع يبدا معاه بجوابات ولا بخواطر ولا بتاع وهو صغير. هو غاوي يمسك القلم ويعبر عن نفسه بكلام. لكن ان انت وانت كبير بعد ما خلصت كليه او وقت الكليه فكرت في الافلام من ناحيه الكتابه، ما فكرتش تبقى مخرج مثلا؟ لا عمري. وعمري ما انا ما بعتبرش نفسي. انا بوصف جدا في الكتابه بتاع، بس بحس انه انا بستمتع بالمرحله الاولانيه اكتر بكتير. يعني ما بحبش اروح اللوكيشن، ما بحبش اقعد في اللوكيشن، ما بحبش زحمه اللوكيشن، الدخان، ما بحبش المونتاج خالص، ما بحبش اقعد في اوضه المونتاج دي تماما. المونتاج بالنسبه لي شيء يعني في منتهى السخافه، ويعني بشفق على الناس اللي بتعمله وان كانوا هم بيستمتعوا بيه. بس انا فالمتعه بالنسبه لي هي في مرحله انك تالف الفيلم او الجزء الاولاني الديفلوبمنت اللي هو جوه مخك، الديفلوبمنت المبدئي خالص، ثم استمتاعي بحل مشاكل الفيلم.
ان انا اوكي حطيت ايدي على المشكله دي، بتضايق ما حد يقول لي على مشكله وانا كنت عارف ان ممكن الاقيها يعني. بحس انه من الحاجات اللي بحبها قوي ان انا اطلع المشاكل، تطلع مشاكل في شغلك مشاكلي مش يعني مشاكل الناس دي قصه تانية، بس مشاكلي لا ان احلها يعني، مش ان اطلع المشكله، ان الاقي الحلول. يعني انت جزء من الكتابه في رايي هو قد ايه انت عندك حلول واخترت انهي حل. يعني انت فاهم الفرق بين كاتب وكاتب، هو قد ايه قدر يلاقي حلول لفيلمه ثم انهي اختيار، ما انت ممكن تختار اختيار منيل فيهم. فده الفرق. صح. واحد عنده 20 حل غير واحد عنده حلين. صح. فيعني انت بتتكلم اكتر، بتركز طول الوقت على البلوتنج اللي هو انت عقدتها وهتفكها ازاي، هتحلها ازاي. جزء من الموضوع. جزء من الموضوع. انت انا عايز ارجع بس لقصه الستاند اب كوميدي. عملت ستاند اب؟ ما عمل الحمد لله ما عملتش. اوكي. كان هيبقى دليل ضدي رهيب. اوكي. كانت فيها مشكله. فكرت من 2-3 اني اعمل تاني، لان ابتدى يرجع. كان يعني انا في فتره البدايه من 20 سنه مثلا كان جورج عزمي ظهر، ويعني المرحله دي كان في ناس كانت يبقى في بدايات خالص. فكان في برضو شويه حماس، ثم لا السينما خدتني خالص طبعا. ومؤخرا ابتدت ناس تظهر وكويسه، ابتديت افكر ان كان عندي افكار، بعدين قلت لا يا عم طب هي صعبه جدا على فكره. الستاند اب كوميدي صعب وقاسي جدا وانا بشفق على الناس اللي بتعمله. طبعا نفس يعني احنا بنصعب علينا نفسنا برضه، ان انت بتعمل فيلم النهارده في 150 يوتيوبر بيعملوا فيديوهات بيقولوا رايهم، وبخلاف الناس اللي بتكتب رايها، بخلاف النقاد، بخلاف اصلا. لا بس رد الفعل اللايف ده بيبقى صعب اكيد. والله رد الفعل اللايف في السينما صعب جدا برضه. يعني حزين برضه. طب انت دخلت بقى اللي هو انا عايز ادخل كتابه، جربت ستاند اب او فكرت فيه، وبعدين خطوه كتابه السيناريو، اول سيناريو كتبته، اول سكريبت انا من تحت انا كلمت واحد صاحبي في يوم الساعه 6 الصبح 7 الصبح، قلت له بقول لك ايه، انا قررت ان انا مؤلف. فقال لي طيب تمام، عايز ايه يعني؟ فقلت له انا عايز سيناريو، كنت عايز اكتب بقى، بقول لك انا اتنقلت من الستاند اب كوميدي اني بفكر اكتب سيت كوم. وكان اغلب الناس ايامها اللي بتكتب بتعمل ستاند اب كوميدي كتير منهم بيروحوا يركبوا يبقوا رايترز او ممثلين او اكزيكتيف بروديوسر على سيت كوم، فكان ده شيء مش مستغربه يعني. صح. فقلت له انا عايز اكتب سيناريو. فقال لي طب هتعمل ايه؟ فقلت له انا محتاج اشوف حاجات مكتوبه. فجاب لي، قلت له، قال لي طبعا كان هو صاحب احمد الفيشاوي. اوكي. وكانوا بيعملوا ايامها تامر وشوقي. فقلت له هات لي حلقات اقراها. قال لي يعني انت هتتعلم كده؟ قلت له احنا بنكتب احنا بنصمم عمارات كده في الهندسه. يعني انت لما بتيجي النهارده تعمل عمود وتعمل تيجي تصمم بتاع، ما بتخترعش الصفر. انت مثلا بيبقى عندك العمود ده فاهم يعني عرضه كذا وطوله كذا ايه، بتقوم حاطط الجديد. فاحنا بنعمل كده يعني. ما احناش عباقرة قوي في الهندسه، فانا همشي بنفس السيستم. فلما شفت السيناريوهات ايام اللي هم كانوا مكتوبه، قلت ايه ده، الموضوع ده سهل اعرف اعمله عادي. ما حسيتش انه اكستريم يعني. واول حاجه كتبتها كانت سيت كوم؟ كانت سيت كوم. اوكي. كنت عامل سيت كوم وبعدين ابتديت اتعلم نفسي ازاي اكتب افلام. تمام. واللي هو بالقرايه برضو، قرايه السكريبتات. بتهيألي احنا بنتكلم دلوقتي في 2006 2007 مثلا، كان بدأ قبل 4-5. اوكي. فكان لسه ما فيش سكريبتات متوفره قوي برضو. ما كانش في سكريبتات متوفره، وما كانش في كوميونتي متوفر، ما كانش اي حاجه خالص من كده. فانا كان ايامها وما عنديش صحاب خالص في القصه دي. ما عنديش اي حد انا ما اعرفش اي بني ادم بيعمل كده، وما عنديش اي حد اتكلم معاه او اعمل. فكان كل اللي قدامي ان انا بخش اونلاين على فورم بتاعه الرايترز الاجانب. اوكي. كان اسمها دان ديل برو، ولسه موجوده لحد النهارده. فكنت بقعد على دان ديل برو دي، عايش مع الناس دي طول الوقت، وبشوف هم بيعملوا ايه وبعمل زيهم. اوكي. فكانوا بيحطوا سيناريوهات بالانجلش. وحظي كويس ان انا طبعا كنت يعني بعرف انجليزي، فده ساعدني ان كنت بشوف اللي هم بيقروا سيناريو كل اسبوع ويخشوا يناقشوا بعض فيه. اوكي. فكنت كل اسبوع لازم اقرا سيناريو واخش اقعد مع الناس دي اشوف هم بيقولوا ايه وبيحللوه ازاي مع بعض. وفضلت عايش وهم كانوا بيعملوا ده كجزء من الريتشوال بتاعك عشان تبقى مؤلف، انك اتليست تقرا سيناريو في الاسبوع. اوكي. ففضلت اقرا سيناريو في الاسبوع دي فتره كبيره جدا، وابتديت اكتشف من الحاجات اللي كانت مريحاني ومطمناني ان كان الناس السيناريوهات اللي بنقراها دي
ممكن تبقى مكتوبه بقالها كتير وما بتتعملش، او يعني حاجات مكتوبه. مش شرط تبقى متنفذه يعني. ما هو كان بيبقى في حاجه اسمها البلاك ليست، اللي هي بيبقى فيها السيناريوهات اللي بعتينها الايجنتس بره. فانت ممكن تلاقي مثلا او سيناريوهات افلام من اللي اتنفذت، بس جزء كبير من موضوع البلاك ليست ده. فتلاقي مثلا ايه ده الفيلم ده اتعمل بعد ما قريته ب3 سنين، اتعمل بعد ما قريته ب4 سنين. فكان عندي دايما احساس انه عادي، يعني هي مساله وقت، عادي ان انا اكتب ان انا عادي اكتب وما يتعملش، او ان انا اكتب لان انا بتحسن. ودي كانت نظريه علمها لي او استنبطتها من حاجه قديمه جدا كنت عايش عليها. احد الناس اللي اثروا في حياتي اسمه تامر يونس. تامر كان بيعلمني جيتار وانا صغير، وانا في الثانوي كنت بلعب جيتار. ومره في يوم من الايام سالته، قلت له يا تامر ايه اصعب اغنيه في العالم تعزف على الجيتار؟ قال لي ايه السؤال الغبي ده، ايه يعني ايه اصعب؟ قلت له يعني ايه الحاجه الصعبه جدا لدرجه؟ فقال لي يعني في طبعا ناس بتقول ان الاغنيه دي كذا صعبه قوي. فقلت له تمام. بعدين امسكت كده قال لي بس طالما بيعزفها يبقى في حد بيعزفها، يبقى هي مش مستحيله. فقال لي الفرق الوحيد ان في حد هيحط النوتة هيسمعها هيعزفها، حد هيحط النوتة هيقعد ساعة أو ساعتين يتمرن عليها وهيعزفها، واحد هيقعد أسبوع يتمرن عليها وهيعزفها، واحد هيقعد شهر يتمرن وهيعزفها، واحد هيقعد ممكن 10 سنين بس فيها هيعزفها. فأنا المنطق ده اللي كنت بعمله في تعليمي للجيتار، وإن أنا إزاي بقى بلعب جيتار، عملته في علاقتي بالسيناريو وكتابة السيناريو. إن هي مسألة وقت، إن طالما أنت ماشي على البروسيس مظبوط وإن أنت شايف أنت هتعمل إيه، هي مسألة وقت. الوقت ده قد ايه ما اعرفش، بس هي مسألة وقت. ما كانش عندي. انت هارد وركر في الشغل في الكتابة اظن كده. انا بشتغل، انا وركهوليك مش هارد وركر. انا بشتغل طول الوقت، وبقسم، يا اما بفكر في حاجة جديدة، يعني انا طول الوقت عندي حاجة بعملها، يا اما بشتغل على فكرة، يا اما بعملها بلوتينج، يا اما بفكر في حاجة، يا اما قاعد بكتب. فانا يعني لو اخدت اسبوعين مثلا ما وريش حاجه خالص، مش حتى واخد اجازه ورجع تكتب، انت عارف انك سايب، لا بيبقى عندي مشكله. فانا طول الوقت عندي بروجكتس، وعارف هخلص ده هعمل ده، هخلص ده جالي الفكره دي، فعندي بروجكتس، عارف الفتره الجايه هكتب ايه والفتره بعديها هكتب ايه، وقتي طول الوقت عارف انا هعمل ايه. حتى خلي بالك انا بكتب مشاريع مش متعاقد عليها مع حد، يعني انا بكتب المشاريع اللي انا عايز اكتبها. عمري ما وحالات نادره جدا اللي هو تعالى اكتب كذا، او اللي هو لازم اخد عربونه عشان اشتغل، ما بعملش كده خالص. انا بكتب وبعدين مفيش ولا يعني ما حصلتش ولا حصلت قليل؟ حصلت في حالات نادره جدا. يعني فيلم الخليه مثلا كنا عملنا ولاد رزق، فكان بعد الولاد رزق تعالى هنعمل فيلم احنا الثلاثه مع استاذ طارق واستاذ احمد عز. فكان اللي هو فيه ده، فاحنا تعالى هنعمل، طب هتعمل ايه؟ فرحت وغبت، قلت لهم بقول لكم ايه، كنت شفت فيديو اونلاين. الكلام ده الخليه كان اظن الكلام ده كان في اخر 2015 او 2016، اللي هي نزل ولاد رزق واحد نجحنا فيلا هنعمل فيلم مع بعض تاني. فكان نزل فيديو في الوقت ده لظابط في قدام قصر الاتحاديه، كان فيه قنبله قدام قصر الاتحاديه، ودي المنطقه اللي انا اتولدت فيها. يعني انا مولود يعني تتكلم 3 دقايق ماشي من المكان دوت. والظابط بتاع المفرقعات وهو بيفك القنبله فرقعت فيه وتوفى. وكان الفيديو للواء وراجل كبير جدا في المفرقعات، صديقه اللي مات، وبيصور فيديو، حد صحفي بيصور معاه، فبكى وقال سيبونا في حالنا. فالفيديو ده أثر فيا، فرحت لطارق قلت له أنا شايف إن من كتر ما حصل هجوم على ضباط الشرطة، إن برضو الناس دي هيروز، واتس اباوت تايم ان حد يتكلم ان في بطولة في العصر، تعالى نعمل ده. فعجبته الفكره، فبس من ده مضاني، فبقيت انا ملتزم ان لازم اعمل فيلم عن فانت مضيت قبل ما تكتب لاول مره. بالظبط، ان هو كان خلاص احنا بتاع، وطبعا احمد عز معاه وكده، فيفكر بشكل انتاجي، يلا بينا ونعمل فيلم ونستفيد من نجاحنا ده. فدي من الحالات القليله. غالبيه الوقت بقول لك انا هعمل كذا بروح، يعني حتى ولاد رزق 2 ولاد رزق 3 122 كل الحاجات التانية بكتب الفيلم او بروح اقول له ما تيجي نعمل ولاد رزق 2، ما تيجي نعمل ولاد رزق 3، فيقول لي يعني هنعمل ايه المره دي؟ اقول له سيبني شويه وارجع لك، فاقوم يحصل كده. اوكي طيب انا عايز ارجع شويه قبل الخليه وقبل ولاد رزق. من وقت ما كنت بتعلم نفسك من خلال الفورم، انت في فتره كلمتني عنها قبل كده، فتره
ديفلوبينج، كنت بتشتغل مطور في شركه انتاج، شركه الماسه، مع هشام عبد شركه الخالق. الماسه مع استاذ هشام. اوكي. استاذ هشام عبد الخالق دي اللي هو كان السكريبتات اللي بتيجي للشركه انت بتقيمها، بتشوف ايه الكويس او ايه اللي يصلح اللي حصل ايامها انه استاذ هشام تقريبا كان حضر ورشه في مهرجان كان مثلا او حاجه زي كده، فكانوا بيقولوا ان اهم حاجه في اي شركه انتاج ان بعدها ديفلوبمنت، يونت ديفلوبمنت او ورشه تطوير. فقرر يطبق الفكره دي. فجاب محمد ناير ومحمد ناير، كان محمد ناير ومحمد ناير جابني وجاب نور الشيخ. وكنا احنا الثلاثه. ففي اول يوم شركة الماسة دي شركة موجودة في الدور 29 في عمارة على النيل. في شركة اتحاد الفنانين أظن في الدور الأول. لا، كانت المجموعة الفنية المتحدة الدور الأول، وال29 هي الماسة، يعني هم في نفس المبنى. فالماسة في الدور الأخير، الدور 29، وهي عبارة عن شقتين فتحوهم على بعض. فاللي حاصل إن بينهم كوريدور طويل جدا. الشقتين دول بينهم كوريدور طويل، فانت مدخل الشركه هنا وبتمشي كده، وبعدين كوريدور كوريدور كوريدور. وقالوا لنا انتوا احنا في الاخر خالص في اوضه كده، هي اوضه الفيران تاني، في اوضه صغيره قوي فيها كل السيناريوهات اللي اي حد عدى وسبق في الشركه. اول اللي جت الشركه، فاللي هو مساء الخير يا جماعه انا كاتب. بياخد بيفتح له حد مثلا سكرتير الشركه او الاوفيس بوي وات ايفر بقى اللي حظه مين اللي فتح، فبيقول له انا مؤلف خد السيناريو ده، بيقوم واخده ويقوم راميه في الاوضه اللي ايه جوه، اللي هي في الاخر خالص. ففتحوا لنا اوضه تراب وفيها حوالي 3000 سيناريو. يا نهار اسود. حاجه كده. فرصت سيناريوهات وتراب كتير وقسمناهم على بعض، وحطينا كرايتيريا هنعمل ايه علشان نقرا الحاجات ونكتب فيها ريبورتات ونقيمها، عشان ده كان دورنا في الشركه. ده مدرسه لوحدها دي. مدرسه في ازاي تجيب لك اكتئاب، لان الحقيقه انت بتكتئب لانك من احلى الحاجات وامتع الحاجات في الدنيا انك تقرا سيناريو كويس، ومن اكتر الحاجات المحبطه والسخيفه انك تقرا سيناريو وحش، وانك تقعد ان انت تضطر تكمله بالظبط. ده شيء يعني. فاحنا حتى بعد انت ما ينفعش تقفل بعد صفحتين وتقول واحد، لا لازم تطلع. عشان كده بقول لك احنا حطينا كرايتيريا هنقرا قد ايه يا جماعه، احنا قد ايه هنقدر نقاوم ان احنا بس عملنا شغلنا وبعدين يعني كذا. فكان في اللي هو لا يعني كذا، وكل شيء تقل. يعني العدد ده اللي هو ابتدى انت لازم تقرا كله بعد 3 ايام يا جماعه 100 صفحه بعدين لا 100 صفحه يبقى كله 100 صفحه 50 30 20 بعدين ايه بعد 10 صفحات لو عارف الحاجات اللي بيقولوها في الكتب لو بعد 10 صفحات ما جابش تشكر كده عملت الاعلانات ومضارب ريبورت والله يا جماعه احنا ادينا الراجل ده فرصه بس ما فيش. فهي المشكله. بس انت الفتره دي اللي كتبت فيها النفق ده رجعنا النقطه اللي انا عايز اقولها لك قبل. اما قعدت على الفورمز مع الاجانب، في برضو من الحاجات اللي فرقت معايا ان في حد دخل كتب بوست ايامها قال يا جماعه بلفظ امريكاني when did you get read، انت اتقرا لك السيناريو امتى؟ فالناس قالت ابتدوا يكتبوا ان هو ايه، انت العادي عارف تجيب ايجنت ولازم السيستم عندهم معقد شويه، بس ان هم اغلب الناس اجمعت ان بعد السيناريو السادس ابتدى الناس الشركات تمضي معاهم. وان على الرابع الثالث الرابع كان يعني بدات يمكن فاصبح ان الرقم اللي اغلب الناس اجمعوا عليه ايامها ان هو السيناريو السادس، ان مفيش حاجه بتحصل قبل السادس. فكنت انا لان انا بتعامل ان انا في امريكا. ايوه انا عايش كل الناس اللي اعرفهم اجانب، وكل الناس اللي بتعامل معاهم وعايش في عالم افتراضي تماما. فكل الناس دي اجانب، فانا عايش ان السادس. لما دخلت الشغلانه مش مستعجل يعني، مش مستعجل خالص وما بزعلش، وشايف ان طبيعي في 5 أفلام هيترموا في الزباله. ده اللي انا المنطق اللي انا عايش بيه. اكتشفت طبعا ان انت لا الموضوع بس انت الناس اللي كانت بتكتب، ودي مشكله كبيره، ان هو بيبقى كتب سيناريو 1 أو 2 وانا ما حدش بيقرا لي، وانا الشركات لا. ما هو انت هتبقى كويس ازاي غير لو كتبت 5 ورميتهم في الزباله فعلا؟ صح. انت عمرك ما هتتعلم غير لما تكتب وتشوف مشاكل اللي انت كتبته وتروح اللي بعده، لان ما حدش بيكتب نفس الفيلم مرتين. على فكره حتى لو ده ولاد رزق 2 وده ولاد رزق 3 هو مش نفس الفيلم مرتين، هو ده فيلم وده فيلم وده فيلم طبعا. فانت عمرك ما كل مره هتكتب فيلم هتعلم من الاول. بس الفتره دي اللي قريت فيها كتير، دي الفتره اللي وقت ما كنت في الماسة، دي الفتره اللي كتبت فيها النفق. انا فضلت سنين انا عندي فكره فيلم النفق، ودايما كان عندي احساس اني لم انضج بعد ان اكتب الفيلم. يعني في الوقت ده
وخلي بالك انا كنت جاي من حته ان هكتب كوميدي وانا عايز ابقى كاتب كوميدي، اوكي فاهم؟ عشان كده جاي بعد الشريف نجيب، لان انا فاهم. ف فكان دايما جوايا الحته دي ان انا هكتب كوميدي. والنفق فيلم دراما، فيلم رومانتك دراما، فيلم تقيل جدا وفي موضوع تقيل، فكنت مأجل ان هكتب الفيلم. وايامها لما كنا بنشتغل في الورشه، في سيناريو واحد فقط اللي انا قريته، يعني سوري انا قريت كتير، بس في سيناريو انا كتبت فيه ريبورت كويس، فالشركه اشتريته. اوكي. فكان السيناريست الله يرحمه استاذ صلاح، برضو اسمه صلاح، استاذ صلاح سعد، قرا السيناريو. سوري، كان منبهر جدا من فكره ان انا قريت سيناريو وكتبت فيه ريبورت والشركه اشتريته، وازاي انا راجل ما اتعمليش افلام ان انا عندي يعني انكار الذات ده، او ان دي حاجه يعني كان شايف ان ده شيء عظيم، ما اعرفش، بس شايف ان ده شيء يعني لو انت ازاي عملت كده. اوكي. فكان يعني بيعزني او شايل الفكره دي. فكلمني في يوم قال لي انت هتخش مسابقه عبد الحي اديب. مسابقه عبد الحي اديب دي كانت اللي هي بعدين اتعملت، كان بيعملوا مهرجان اسكندريه، اسمها اتغير. فاكرها. كان ورثه استاذ عبد الحي اديب، اولاده هم اللي بيقدموا الجائزه، او يعني جائزه ماليه وكده، وكانوا بيعملوا عاملين مسابقه. فقال لي انت هتخش مسابقه. قلت له ايه المسابقه دي؟ قال لي دي كذا كذا ولازم تخشها. من باب ان هو عايز يرد لي يعني كان عارف ان انت كاتب حاجه؟ لا ده بيقول لك في النصيحه، بيقول لي نصيحه، خش بقى انت راجل بتبتدي حياتك وبتاع، ما تخش المسابقه. فقلت له طيب تمام، ايه الموضوع؟ فدخلت شفت شروط المسابقه وبتاع، وكان الوقت مش كتير اللي فاضل على التقديم المسابقه. وكنت بقول لك انا بقالي سنين حاسس انه مش يعني، او الفكره عندي بقى لها فتره بس ما بكتبش الفيلم، فقلت هكتب الفيلم. كان عندي مشكله في الوقت ده ان انا بشتغل في الشركه دي، وان شركه الماسه احنا لينا دور ان احنا نكتب ريبورتات، وان انا عندي ADHD، فعندي مشكله اني اقعد في مكان في ناس بتتحرك واكتب. يعني انا بالنسبه لي الكتابه لا تقوس من ان انا بلبس سدادات في وداني، بقعد باضاءه معينه، لازم الباب يبقى مقفول، في حاجات معينه لازم تبقى حاصله والا مش هعرف اكتب. فانا قاعد مع زمايلي، الحاجات اللي بوظها يحيى لما جه. ما انا مشيت، ما رحت بقيت بكتب حته تانية. فانا قاعد معاهم، فابتديت اتوتر، مش عارف اكتب خالص، والموضوع مضايقني والفيلم صعب، ودخلت في حاله نفسيه اني داخل المسابقه. فرحت اتفقت مع الناس اللي في الشركه ان في اوضه جنب الاوضه بتاعتنا، دي اوضه بيفتحوها في اخر السنه عشان الحسابات. اوكي. وان انا خدت المفتاح ورحت جبت اباجوره من بيتنا وخدت مفتاح الاوضه وبقيت بكتب فيها، وخدتها وبقت اوضتي، وبقيت بقفل على نفسي المفتاح. اوكي. وقعدت اكتب الفيلم. ثم جيت على الجزء الاخراني من الفيلم، ما عطلت لان المده ما كانتش كبيره بتاعت التقديم، يعني زنقت نفسي بس ما قدرتش، لان بقول لك كان في كمان، لا انا مش في ظروف مريحه بالنسبه لي، ان في سواقه لغايه الشركه وترجع البيت وتعمل مش يعني روتين حياتي بتاع الكتابه مش مظبوط. ايوه. وانا من الناس اللي لازم يبقى عندي روتين عشان اكتب، يعني عشان تعرف بدون روتين بعطل جدا. فكنت تعبان قوي في القصه دي، مش عارف اشتغل وبتاع، فقلت خلاص مش هقدم. اوكي. فقررت مش هقدم في المسابقه. كلمني استاذ صلاح سعد الله يرحمه، قال لي انت قدمت؟ قلت له لا انا ما لحقتش وبتاع. قال لي ليه بس ومش عارف ايه وبتاع، على فكره على حظك دول مد اسبوعين. اوكي. فاللي هو يا اخي بقى انا مش عايز اكتب، انا ما فقلت لا دي جت من عند ربنا بقى، منظري قدام نفسي حقير يعني، ابتديت اللي هو احس ان فقلت خلاص بقى انا هكتب نكمل. فقعدت الاسبوعين دول بتركيز شديد، وقلت ما حدش بقى يخبط عليا، محدش يعمل، وانا موظف والناس كلها يعني مش فاهمه انا بعمل. فقلت لهم انا هكتب انا عملت كده، فكتبت والناس ساعدوني، انا طبعت النسخ ومش عارف لازم تقدم كذا نسخه ومش عارف ايه وبتاع. والموضوع ده له واقعه غريبه جدا. انا رحت كنا بنقدم في وسط البلد في عماره قديمه كده مش فاكر ايه، ورحت قدمت. فانت عارف احنا لما بنكتب فيلم لو معاك مخرج بتكتب اخراج فلان، لو معاكش مخرج فانا بقدم، فكان في راجل كبير في السن كده اللي هو بياخد الاسامي وبيكتب بخط حلو قوي كده كتب اسمي وبتاع. فقال لي في مخرج، قلت له لا بس هو هيبقى اخراج طارق العريان. انت ما تعرفش طارق؟ انا ما اعرفوش تماما، ولا عمري قابلته في حياتي. اوكي. ولا عمري قابلته في حياتي. اوكي. فقال لي ايه ده مخرج شاطر جدا بس بيشتغل قليل ومش عارف ايه وبتاع. فقلت له بس هو هيعمل الفيلم ده. ايه الثقه يعني؟ ما اعرفش. فاللي حاصل اني قدمت في المسابقه، والمسابقه طولت ليه في يوم جاي عمرو سعد شركه الماسه، وكان جاي يشتغل مع ناس تانية في الشركه او ياخد سيناريوهات تانية في الشركه، فقام ما عجبوش الحاجات اللي كانت معروضه عليه. فالشركه الماسه، هو استاذ هشام عبد الخالق تقريبا عاشق للترابيزات الكبيره جدا، عنده ترابيزات ضخمه جدا، انت رحت المكتب
ففوق وتحت يعني، عنده في الدور الاول واحده، وعنده اللي فوق الكبيره خالص بقى اللي في 29 دي كبيره يعني، بتاعت فيلم جاد فاذر كده. فالمهم قاعد هو على الترابيزه وعمرو ومش عارف ايه، ومعاه مخرج ومعاه ناس، و رفض. فقال يا جماعه صلاح كان بيقعد جوه بينيل ايه في الاوضه، هاتوه يعني، سمعنا انه كتب حاجه، هاتوه يحكيها لعمرو. فرحت قعدت في البتاع، في موقف سخيف جدا، ان هو بتاع ايه، احكي لنا الفيلم، وانا راجل جديد ولسه ومش وما كنتش مهيأ حتى يعني خالص. انا قاعد جوه بقى خلاص، انا ايه بقيت بتاع، وقال تعالى احكي لنا الفيلم. ابتديت احكي الفيلم لعمرو، فعجبه جدا. فقال انا عايز اعمل الفيلم ده. ايه ده بجد؟ ده فيلم ضخم وفيلم كبير ونعمله ومش نعمله وبتاع. لقيت بعديها باسبوع بيكلموني يقولوا لي ايه، تعالى طارق العريان عايز يقعد معاك. اوكي. فعمرو حكى الفيلم الاستاذ طارق، فعجبه، فقال طب انا عايز اقرا، وقرا السيناريو، او لا قال انا عايز اقعد مع الراجل ده. اوكي. فمن هنا بدأ كل شيء بالظبط. اوكي. فالقصه الحقيقيه طب هيتعمل امتى بقى النفق؟ ولا هيتعمل طبعا، خلاص. الناس اللي حصل ان انا قعدت اكتب الفيلم، وقامت ثوره يناير، وكلمني استاذ طارق ايامها، قال لي انا مش عايز اعمل الفيلم ده. قال لي انا خلاص وبتاع، فجاب لي اكتئاب رهيب. اوكي. فاكتئبت جدا، وقعدت فتره كبيره جدا يعني الموضوع مضايقني. وانا كنت حكيت لطارق ايام ما كنا بنقعد، بقول لك انا كاتب 6 درافتس من نفق يعني قبل، فكان شيء قاسي جدا يعني. فكنت انا في الاعداد بقى طارق، بنقعد وبناكل وبنقوم وبنشتغل وبنعمل، يعني ايام كانت كتير قوي على الفيلم. وكان المفروض ان قبل ثوره يناير ان الفيلم هيتصور في الوقت ده، يعني قامت الثوره في الوقت اللي بتاع. بعدين لما قامت قال لي انا حاسس الدنيا بتتغير، وان الفيلم ده هيبقى زمنه عدى، وان ده شكل السينما هيختلف، فانا الفيلم ده مش حاسه هينفع خلاص. اوكي. فده كان وجهه نظره. فبقول لك فحصل الموضوع وكذا كذا. انا كنت في الاعداد بحكي له على ولاد رزق، ان انا عندي فيلم عايز اعمله، وانه عن كذا كذا واخوات وظروفهم مش عارف ايه بتاع، بس كنا شغالين على النفق. فلما قامت الثوره كنت قاعد وكان ايامها في حظر تجوال ومش عارف ايه وكده، وكنت منى خطيبتي، زوجتي حاليا خطيبتي انا زك، قاعدين مع بعض احنا 2 في نادي هليوبوليس بنقعد مع بعض، والنادي بيقفل بدري جدا لان في حظر تجوال. وبعدين هي قالت لي انت، كانت هي قرت النفق وقرت فيلم تاني اللي هو كان 30 فبراير وبتاع، قالت لي انت عندك افلام تانية ايه؟ قلت لها عندي فيلم بس مش هيعجبك. فقالت لي ايه؟ فحكيت لها اولاد رزق فيلم حلو، ما تكتبوش ليه؟ قعدت افكر كده، قلت يا اختي وانا قاعد صايع، كانوا مشونا بقى من الشركه والدنيا خالص مفيش حاجه خالص، الدنيا وقفت، وانا ما عدتش من عنق الزجاجه بتاع الشغلانه، ما كانش حد يعرفني غير بس الاربع بني ادمين اللي قابلتهم والشركه يعني، فاهم؟ وكل البروجكتس والناس كانت بتتكلم معايا في حاجات عطلت. فقالت لي طب ما تكتب الفيلم ده. قلت يا اخي والله هكتبه. فابتديت اكتب السيناريو بتاع الفيلم. كتبت السيناريو، بعته لطارق، قلت له انا عايزك تقرا الفيلم. فالحقيقه ان هو وده له موقف، هو حتى بيحكي ان انا يعني هو حرق دمي، ان انا كلمته في التليفون، بعت له الفيلم كان يومها كان بيتهم فيه عيد ميلاد وكان زحمه وبتاع، فاديت الفيلم، قلت له انا جاي اديك السيناريو، فاديته النسخه مطبوعه، وشفته كده بيترمي على السلم البيت. فطبعا انسى يعني. بعديها بيومين كلمني في التليفون، قال لي صلاح انا قريت الفيلم. اوكي. انا كنت باعت الفيلم لطارق، عايز منه نوتس على اساس ان انا هعمله مع مخرج تاني، بس قلت استفيد من علاقتي بطارق العريان. تستشيره يعني، استفيد بقى، ما هو طلع فاهم عيني سنه، استفيد منه في اي حاجه خلاص انت فاهم. فقلت ايه، ابعت له الفيلم يديني نوتس. فطارق كلمني في التليفون قال لي انا قريت الفيلم. قلت له ايه ده بجد؟ طب ايه رايك؟ قال لي معلش صلاح هقفل واكلمك تاني. انت كلمتني ليه يا اولاني؟ انت فاهم؟ فاللي هو مش فاهم كلمني ليه. فضلت قاعد 6 ساعات هموت اعرف، انت فاهم؟ فكلمته، قال لي انت عارف؟ قلت له يا طارق، قال لي انت عارف انا قريت الفيلم؟ قلت له ايوه عارف انا قريت الفيلم، ايه رايك في الفيلم؟ فقام ساعتها سالني سؤالين، قال لي هو الضابط ده بيعمل كده ليه، ومش عارف ده اخوهم اللي بيطلع قاعد. قلت له قال لي ده الفيلم ده حلو انا عايز اعمله. قلت له لا تعمل ايه؟ انا كفايه بقى، انا انت خايف من التكرار، انا مش قادر اعيش. قلت له انا عشت الفرحه وعشت الزعله ومش هعملها تاني في نفسي. قال لي اللي انت هتقوله ده كلام ملوش اي معنى، وده كلام عبيط، وسيبك من الهبل اللي انت عايش فيه ده، تعالى لي بس ايه، الفيلم ده ما فيهوش مشكله، النفق كان فيه مشكله، لكن الفيلم ده خطير، انا هصوره كمان 3 شهور. فرحت له ومضيت معاه، صوره بعد 4 سنين ونص.
بس. طب هو السؤال بقى في يعني علاقتك بأستاذ طارق العريان، انه الطلعه الاولانيه كانت مخيبه للامال بعد سنه ودرافتات كتير، والطلعه الثانيه قعدنا 3 سنين ونص عشان نطلع الفيلم، 4.5 او 4 سنين ونص. ومع ذلك التعاون مستمر. ايه الكيمياء اللي انت شايف انها المفروض تبقى متوفره بين السيناريست والمخرج عشان التعاون بينهم يستمر حتى مع احباطات او اجهاد بالطريقه دي، وان انت تستنى كتير وكده؟ ايه المطلوب؟ احنا الاثنين، انا اما قابلت طارق ايام النفق وعمل مشهد سينمائي كده احكيه لك، يعني في تاتش تمثيل، ان هو خارج اول يوم رحت له في ايام النفق، وقف كده، كان ايام رمضان، كنت قاعد فاكر مش عارف انا همشي عشان الحق الفطار وبتاع، فايه لف كده وراح خارج قال لي يا صلاح الفيلم ده ما ينفعش يفشل. قلت له طيب عادي ماشي تمام. قال لي اصل ده انا عامل 4 أفلام، وبعدين سكت كده قال 5 لكن فيها اسوار القمر، فده هيبقى خمس تاريخي، فانا ما ينفعش الفيلم ده يطلع وحش. اوكي. الحقيقه ان من الاشياء المشتركه او من الحاجات اللي انا شفتها مع طارق، ان انا على قد ما اقدر ما اعملش حاجه انا مش عايز اعملها، وما اعملش حاجه انا مش عايز اكتبها، وما اعملش حاجه الا وانا مصدق فيها على قد ما اقدر انها هتنجح. يعني انا بعمل اللي يعني انا بخاف على اسمي وعلى نجاحي، وان كان ساعات بكسر ده بمحاولات ان اعمل افلام كوميدي او خفيفه او كذا، إن مش ان انا شايف انها لا ببقى مصدق فيها جدا، بس الفكره اني بخاف على قد ما اقدر من ده، ان انا مش برمرم. وده خدته من طارق، ان انت تحاول تبني لنفسك اسم، تحاول تبني نفسك، تحاول تتحول لبراند على قد ما تقدر، ان انت ما ترمرمش. فانا خدت منه الكونسبت ده. فده من اول حاجه، ان طارق من الناس اللي انت ممكن تشتغل مع مخرج تاني تبقى خايف، يعني تبقى قاعد خايف ان شغلك يبوظ، او خايف ان انت عايز تقعد في اللوكيشن عشان تشوف هيحصل ايه. لكن مع طارق هو اللي بيجيبني غصب عني اللوكيشن، يعني هو اللي بيقول لي تعالى، لكن انا ببقى مطمن ان طارق في الاخر هيخاف على اسمه وهيخاف على نجاحه، ومش هيعمل حاجه مهما كان متعب في البروسس. متعب جدا. خد اللي بعتها له. لا هو متعب جدا. هو طبعا مع الوقت بنينا ثقه بينا، بس في الاول كان الموضوع اصعب كمان. لكن اكيد هو متعب، وهو خايف على اسمه، وهو خايف على حاجات كتير جدا. فهو عنده الفكره دي. فانا شربت دوت، ذوقنا شبه بعض. يعني اظن ان من اول يوم الافلام ال4 افلام اللي عملناهم، طبعا فيهم 3 اجزاء يعني، فبس قصدي ولاد رزق والخليه شبه الامبراطور والباشا مثلا. يعني هتلاقي ده ذوقه. ايوه صح. فانت مش بعيد، مش بيعمل حاجه عشان هي بعيده او عشان دي الشغلانه اللي موجوده او كده. فكان بينا الحاله دي، ان انت في الاخر مطمن ان انت حتى لو تعبت. انا مقتنع بفكره يا بخت من بكاني وما ضحكش الناس عليا. حلو قوي ان نرتاح جدا، تقول لي الله انت عبقري ويا سلام على شغلك ويا سلام على مش عارف ايه، والفيلم ينزل الناس تضحك على وتلاقي ان احنا عملنا بلوه. فالنوع ده من المخرجين جربته يعني. فلا نتعب بعض وكل حاجه، بس لما الفيلم ينزل ننجح نبقى مبسوطين. ده اللي هيقعد لك، مش شويه الراحه اللي انت ريحتهم. فده فرق معايا في علاقتي بصراحه. وبتهيالي في يعني هو الحاجه اكيد اللي بتلتقوا فيها كمان فكره انه think big. يعني انا بحس انه انت ما عندكش ليميت في الخيال السينمائي. يلا نفرقع، يلا نجري، يلا نعمل اللي هو حاجات ممكن تبدو انها غريبه شويه كانت قبل ما تتعمل على النمط السينمائي بتاعنا يعني. مش شبه السوق قوي. فانت ما عندكش مانع تروح لده، زي ما طارق العريان يعني بيبقى عنده انا هعمل، انا هفجر، يعني خلي بالك انا الشغل اللي اتعمل في شغل ما اتعملش شاطح اكتر واصعب وراح في جونرز وحاجات اغرب. يعني قصدي برضو ده الجزء الابليكابل من شغلي. يعني في حاجات لحد دلوقتي. انا كان عندي فيلم مثلا في عمرو يوسف قال لي نفسي افهم انت كتبته ليه، هو حلو ويلا نعمله، بس ايه اللي خلاك تكتب الفيلم ده؟ قلت له ما كان لازم يتجرب مكتوب. لان لو قعدت احكي مش هيوصل الفكره، لازم تشوفها كامله عشان يتعمل كده. فقصدي ومش افلام يعني في اخر فيلم تجاري. بس ما بتخافش من الطموح الكبير ده في الكتابه، انه حد يقول لك لا انا ما اقدرش اغامر مثلا بالبادجت دي، ما اقدرش يعني. ما انا بقول لك انا بكتب عشان انبسط، ثم بدور على الناس اللي جايه تنبسط معايا.
فانا اغلب التجارب اللي عملتها كان دايما فيها مشكله هنعملها ازاي، بس بفضل لغايه ما تعمل. يعني فما عنديش يعني ليه؟ لان الجزء الاساسي ان انا صدقت وكتبتها وانا مبسوط بيها ومستمتع بيها، فانا اوريدي خدت 50% من متعتي من الموضوع ان انا كتبت الفيلم وارتحت منه. انا دي كاركترز ومواضيع لازم تخلص منه، لان عامل لك صداع في دماغك، فلازم تخلص منه عشان تعرف تعمل اللي بعده. والا هيفضل حاجه موجوده مزعجه، فلازم تخلص منها. فانا عملت ده، فده 50% من انبساطي عملته. مش مهم بقى حد يمضي ولا يشتريه ولا حاجه، انا ابتدي بقى اسعى ده. طب مين اللي ممكن يجي يعمل القصه دي معايا؟ طب مين المخرج؟ طب مين اللي مش عارف ايه؟ طب بمشي كده. اوكي. مع شراكه طارق العريان، في شراكه مع احمد عز بشكل او باخر، في دويتو او انتوا تريو يعني. بس انت كمان اشتغلت مع عز. عندنا 2 بروجكت دلوقتي كمان بعد الاربعه اللي كانوا مع طارق. اوكي. يعني احنا عملنا ولاد رزق 1، ولاد رزق 2، ولاد رزق 3، الخليه، فرقه الموت اللي بيتصور حاليا، وعندنا مسلسل شغالين عليه مع بعض. تمام. والاثنين المسلسل وفرقه الموت مخرجين اخرين. بالظبط. فارتباطك كسيناريست هنقول بقى مش نجم، هو ميجا ستار. ارتباطك بميجا ستار بالنسبه لك انت كسيناريست، تحس انه مسؤوليه كبيره، لان انت يعني ممكن تاخده وتخيش يعني ممكن الثقه اللي بتتبني دي ممكن في لحظه الحاجات ما تظبطش لاي سبب. وفيها كمان انه ده طارق ده سوري ده صلاح مشغول مع احمد عز دايما، فاللي هو مش بتاعنا. اي نجم تاني عايز يشتغل معاك فهيبقى لا، اصل هو صلاح بيشتغل مع عز، بس ما بتخافش ان ده يتقال؟ تعالى نرد على سؤال. الجزء الاول بشتغل مع احمد عز. بص، انا واحمد عز وطارق شويه ننتمي، يمكن طارق الاهدى يعني هو اكثرنا هدوءا، ولكن زينة. في اسمه ما بي يعني في شغله وفي اسمه لا، يعني طارق برضه في الاخر ما بيهزرش فيه. لكن احنا هارد وركرز قوي، احنا ناس هارد وركرز، ناس بنشتغل طول الوقت، بنفكر نعمل ايه جديد، نعمل ايه مختلف، نعمل ايه كويس. ففي شيء ما من التركيبه. واحمد عز عنده ميزه، مش بس كفكره انه ميجا ستار ففيلمك هيبقى كبير او الفيجن بتاعتك هتقدم بشكل كويس، which is ده موجود طبعا، ده مهم. ولكن انت معاك ممثل جوكر، معاك ممثل هيهزر، معاك ممثل هيعمل اكشن، معاك ممثل هيطلع بيحب، معاك ممثل هيعمل دراما. انت معاك حد جوكر، الناس هتصدقه في كل حالاته. احمد عز لو هزر الناس هتضحك، احمد عز لو عمل اكشن الناس هتصدقه، لو طلع بيحب بتاع يعني. فانت معاك ممثل جوكر، فدي ميزه مش بسيطه، خلي بالك. فطبعا ده بيريحك جدا. وانت انا مقتنع من جور السعيد يسعد، واللي اشتغل مع الناجح هينجح. اوكي. فلو هو ناجح انت مش بتاخد من نجاحه بالفكره الفكره اللي بياخد من، لا، انت بتاخد من اتيتيود وسعيه للنجاح، فتبقى انت شبهه عشان تكمل معاه. اوكي. يعني انت فاهم، يعني انت يبهت عليك الناس الناجحه ما تشتغل معاها، تبهت عليك. والناس الفاشله لما تشتغل معاها تبهت عليك. مع الوقت هتخليك تريح. الجزء التاني زي ما بقولك، انا مش المؤلف اللي الناس بتجيبني تقول لي ما تيجي تعمل. يعني انت فاهم، كل محاولات، لا، في ناس كتير ممكن تكلمني تقول ما تيجي تعمل، بس انا ما بتمشيش معايا كده. انا بكتب وبعدين اشوف هعمل ايه مع مين. فانت اللي بتختار احمد عز، انت بالظبط. بعد ما بيبقى عندك المشروع انت اللي بتختار انه انا عايز اعمله مع عز. بالظبط. وفي الكيس مع احمد حاتم او في كده، لا، أنا يعني واحمد داوود وامينه خليل انا اللي مختارهم. يعني في 122 احمد داوود وكان حتى ايام 122 كان في مشكله كبيره في الفيلم، انه الانتاج مفيش منتجين مقتنعين، مفيش مخرجين مقتنعين، التوزيع مش مقتنع. وانا مصر كمان بقى، مش بس مش مقتنع بالجونر الفيلم، مش مقتنع كمان. انت ليه عايز احمد داوود؟ طب غير احمد داوود ونفكر. لما يا جماعه هو الكاركتر بتاع الفيلم ده لازم يبقى احمد داوود. اوكي. شكلا وجسما وتفاصيلا هو لازم يبقى احمد داوود.
ثم بقت وكمان أمينة خليل، يعني إن كنت بحارب إن الاتنين دول يبقوا هم اللي في الفيلم، كنت موفق في ده. فقصدي أنت برضو ويمكن ده اللي خلاني أبقى منتج شوية بعد كده. انا كنت لسه هقول لك ده تفكير اكزيكتيف بروديوسر، يعني ده تفكير اللي هو ان انت مش بس كاتب، انت بتتعامل مع المشروع كانك بروديوسر. ما انا ابتديت ما دي حاجه انا قعدت مع طارق 10 سنين. شربت طارق كطريقه شغل. وغير كده ان هو كان بيشاركني في ده. يعني كان طول الوقت اوكي انت كتبت، طب انت متخيلين انا بفكر في فلان، انا بفكر في كذا. فانا عشت المطبخ بتاع الافلام بتاعتي كلها وهي بتقوم. اوكي، عشان كده بقول لك انا ببقى مرتاح، لان ببقى عارف اللي حاصل. بنشوف وطارق العريان من اسباب نجاحه على فكره انه بيشرك الناس كلها في البروسيس بتاع تفكيره، وهو بيفكر ازاي، وبياخد اراء كتير جدا. بياخد اراء مهندس الديكور محمد عطيه، بياخد اراء مدير التصوير مازن المتجول، التيم اللي كان معانا بياخد اراء هشام نزيه مش بس في شغلهم، او احمد حمدي المونتير مش بس في الجزء الخاص بيهم، لا في كل حاجه، المشروع كله، في شكل الشخصيات، في شكل الديكورات، في شكل وبالتالي وانا كمان. فانا دخلت اتعودت على ان دي طريقه الشغل عشان تبقى ناجح. انت ما ينفعش تسيب نفسك لناس مش قلبها مش عليك ومش شايفه نفس الفيجن. انا شفت وانا بستمتع بستمتع بالجزء الخاص بالكتابه وبتقويم المشروع ودعايه الفيلم. دول الثلاث حاجات اللي بحبهم في السينما، ان انا اكتب الفيلم، وان انا الجزء بتاع الاكزيكتيف بروديوسر، ازاي تقومه، ازاي تختار مين المخرج يشتغل معاه، مين الممثلين، مين الكرو لو تقدر، لو ده داخل انك ممكن تقترح مع المخرج. ثم الجزء الخاص بالدعايه انا بحبه جدا. اوكي، بس وجربت كل ما غير ذلك ما بحبوش. وما خلاص انت عديت على كل حاجه. لا المونتاج ما بحبوش، التصوير في اللوكيشن ما بحبوش، يعني في حاجات تانية بس المفروض تمثل دي الحاجات اللي طب انت انتجت فعلا، يعني انت عملت المطاريد، ده انتاجك. حاسس التجربه دي ايه بعد ما خضتها رسميا؟ مش وانت صلاح الكاتب المجتهد اللي بيحب يتابع الموضوع، لا انت دلوقتي اوفيشلي انتجت. انا انتجت 3 مسرحيات في موسم الرياض، وانتجت فيلم المطاريد، وكنت شريك انتاجي في ولاد رزق 3 وفرقه الموت. وحاليا في مشاريع كمنتج بحضرها، وفي حاجات كمنتج وليس كمؤلف، وفي حاجات كمؤلف ومنتج. ايه تقييمك لتجربه الانتاج؟ تقييم تجربه الانتاج زي ما بقول لك، الجزء انا بحب كل حاجه في فيلم المطاريد ما عدا الفيلم نفسه. فيعني انا كل شيء بحب الفيلم في الكتابه والكواليس مع الممثلين واختيار الممثلين. كل الناس في الفيلم ده بحبها، الممثلين يعني بحبهم جدا. طب ايه الفيلم ما بتحبوش؟ لان للاسف المخرج اللي لا يصلح ان يبقى مخرج اللي كان عمل الفيلم، وده الشيء اللي انا بلوم نفسي عليه، ان انا كمنتج ازاي سمحت ان ده يحصل. يعني كان المفروض ان يعني اتحطيت في ظروف ان يلا نصور ويلا نشتغل، وكان اختياري سيء للاسف. انت هنا وجودك كمنتج اصلا عشت يعني الوقت ده، يعني انا فاكر. ايوه. فانت وجودك كمنتج هنا ضغط عليك اختيارك. انت دايما كنت بتبقى حر شويه في اختيارك ككاتب، بالظبط، انه انا مش هشتغل غير مع فلان، بالظبط. لكن دلوقتي بقى في ضغط مسؤوليه ليها علاقه بالجانب الانتاجي، فاضطريت ان انت بالظبط تروح لاسم انت مش مقتنع بيه 100%. بالظبط. اوكي. طب هتتجاوز، يعني ازاي هتتلافى ان ده يحصل تاني؟ بص انا لازم تقتنع بحاجه. انا عموما بفكر ان ما ينفعش كل الافلام تبقى افلام كبيره. ده شيء مش بسيط ومش سهل ومش منطقي ومكبل جدا. انا بكتب عشان انبسط، وبالتالي مش لازم كل الافكار اللي تبسطني تبقى افكار ضخمه جدا او افلام 122 بسطني جدا. انا بكتبه كان فيلم بسيط وليميتد لوكيشنز، ملوش علاقه قد ما ان انت رايح في جانرا بتحاول تفهمها وبتحاول تكتبها على قد ما تقدر بشكل كويس. فانا باهل نفسي لده، ولكن لازم تعمل كل اللي عليك. يعني انت تخش تنام مرتاح لو انت عامل كل اللي عليك. ده بالنسبه لي الموضوع. انا عملت اللي عليا، اوكي، يبقى الباقي اوكي. فهل دي تجربه هتقدر 100% تمنعها انها تحصل تاني؟ لا. وخصوصا كمان لو انت بدات تشتغل كانتاج بعيدا عن ان انت اللي بتكتب. بالظبط. طب انت لو عملت انا ما اعرفش انت اتفقت اوريدي مع كتاب على مشاريع انت اللي هتنتجها ولا لا؟ حصل؟ علاقتك بيهم بقى كمنتج بتراعي فيها انت عارف يا ربنا؟ لا بتراعي فيها العشرة ولا يعني اللي هو بتراعي فيها
ما مالك كنت قلتها تتمناه. كتير كده، مالك ما كنت مالك يا واد. اللي انت تتمناه من المنتج اللي انت بتشتغل معاه ككاتب بتحققه مع الكاتب اللي انت هتجيبه وانت خلي بالك، ما اي حد هيقول، انت لو رحت لاي منتج من اللي كانوا ايوه بيبهدلوك هيقول لك طبعا ده المؤلف ده ابني، ايوه احنا الشركه التي تدعم. لكن فعادي، فدي جمله يعني اي حد هيكذب فيها. يعني هات لي اسوأ منتج انت عملت معاه مش هيبقى مقتنع انه سيء. بص، انا بتخيل ان عندي مشكله، اني بخاف من فكره ان صلاح المؤلف بينتج. ودايما عندي تخوف قد يكون كمان مش صحي ومش صح، ولكن ده اللي حاصل الحقيقه لحد دلوقتي، ان فكره اني مش عايز ابقى المنتج المؤلفين بيخافوا يروحوا عنده عشان ما يغير لهمش شغلهم. اوكي، يعني انت فاهم، فانا على قد ما بقدر. لان اي ملحوظه منك هيفترض انها ملحوظه كاتب مش بالظبط، أوكي. وبالتالي اللي انا بحاول اقول دايما ان دي افكار، خد منها اللي انت عايزه، او يعني انا سوبر، مش حتى مش لاقي كلمه، بس انا بديك افكار، لكن مش معناه ان بقول لك اعمل كذا. لكن في مشكله هنا، وقد يكون ده حلها، او قد يكون ده حل، او ده حل، او ده حل. اختار الانسب وارجع لي، لكن مش ما حاولش انك، لان مش عايز انك تيجي فغير لك الفكره. واظن اني ناجح بشكل او باخر في ده. وعملت تركيبات ولا لسه ما وصلش المرحله دي؟ تركيبات مؤلف مع مخرج. البدله بتضرب بقى. انت تيجي النهارده معاك السيناريو كويس جدا، متحمس له ومتعاقدت عليه، ومعاك نجم، في مشكله مخرج. معاك مخرج ومعاك سيناريو، في مشكله نجم. فانا بقالي سنه ونص بلف في اللوب دي. اوكي، في المشاريع دي يعني. اوكي. بص، ده مش مستنزف بالنسبه لك كسيناريست بقى؟ يعني دي طاقه كبيره يعني. طاقه كبيره. والحقيقه لما انت بتعمل ده كمؤلف عايز شغله يكمل، على الاقل بتبرر نفسك التعب، لان الحقيقه هو التعب قريب جدا. يعني تعب تقويم المشروع ده رهيب وسخيف جدا. يعني فما بتعمله عشان ده فيلمك وانت حبه ومصدقه مفهوم شويه. ولو فشلت انك تعمله ما بزعق، يعني مش هزعل من نفسي. لكن انا بيبقى عندي مسؤوليه اخلاقيه تجاه ان حد اداني الفيلم وعايش اقومه له، خصوصا لو ده اول فيلم مثلا طبعا. في حياتك او كده. فبحس انه يعني فيها حته برضو مش لطيفه، يعني انت فاهم، ده بيضايقني شويه. اوكي. كمنتج تحب، يعني مش تحب، عندك استعداد تروح لمشاريع اقل تكلفة بسيطة جدا، حاجات ممكن ما تعملش في شباك التذاكر ارقام كبيرة، بس بالنسبة لك انت هتغطي تكلفتها وتجيبها مش ربح؟ يعني عندك استعداد هو طالما جاب هامش ربح، يبقى انت مشروع أوكي. ناجح انك تعمله، ده تمام. مش مشكله. يعني قصدي اللي هو اقصد اقول وصلت مش لكده، ممكن تفكر في المشاريع بطريقة غير الحاجات اللي انت شخصيا بتكتبها. اي فيلم انت حبيت البروجكت ده وعايز تعمله، بيبقى فيه اسباب لازم تحطها. انت بتعمل الفيلم ده ليه؟ حلو. وبالتالي انت لو خرجت عن لو الاسباب دي النهارده لم تحقق، يبقى انت فشلت. ده وجهة نظري. يعني لو انت النهارده بتعمل فيلم عشان تروح مهرجان كان مثلا، او تروح مهرجان جايزة مهمة، ما نجحتش في ده وخدت جايزة في مهرجان فاهم اي كلام في اي حتة، عشان ما اقولش اسمه يطلع بجد فحد يعتبرني بقلل، يبقى انت فشلت. لو انت بتعمل فيلم تجاري عشان تجيب ايرادات وبالتالي ما حققتش النجاح في الايرادات، يبقى انت فشلت. فحسب الاوبجكتيفز لازم تبقى محطوطه. فانا النهارده حابب المشروع ده، ملهاش علاقه بحجمه على فكره، وملهاش علاقه ان انت بتنتجه عشان صغير ولا انت بتنتجه عشان كبير. مش ده الموضوع، انت بتنتجه عشان حبه. اوكي. بس فده الموضوع بالنسبه لي، ملوش علاقه يعني ما بحطش ده كجزء من النظريه. انا حابب ده، وبالتالي بندور على الناس الانسب عشان يحصل بس، والمناسب للمشروع. ما خلي بالك انت برضو من بعد 20 سنه النهارده، الفورمولا بتاعت ايه الفيلم اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش وايه البتاع، اظن ان انا عندي دي. يعني انك تركب فيلم كمخرج ونجوم وشكل البتاع وحجم الفيلم ده ايه، فمين النجم اللي يجي عليه، او شكل الافيش بتاعه عشان البروجكت ده يتعمل ويتحقق له ميزانيه جيده فتقدر تنفذه بشكل كويس. انا عندي ده كمؤلف اصلا من الاول، لان زي ما بقول لك انا قعدت 10 سنين مع طارق اللي هو مخرج ومنتج. فعندي وخلي بالك، والسنه في شركه الماسه مع هشام عبد الخالق منتج وبينتج افلام كتير وموزع كبير. بالظبط. فقصدي انا عشت البروسيس بتاع الافلام بتقوم قدام عيني ده كتير، مش حاجه بسيطه يعني. فعندي شويه شربت منهم ده. نرجع بقى لصلاح جيني السيناريست.
وحابب اعرف انت بتشحن ازاي، يعني اللي هو المخزون بتاعك بيبقى قرايه ولا فرجه ولا قعدتك مع الناس وانه تلاحظ يعني ايه. كل واحد كده بيبقى له طريقه بتستفزه كمؤلف انه يطلع افكار جديده، او انت ايه اكتر حاجه انت انا بعمل بتشد كله فيها؟ يعني بالتالي الثلاثه بيكملوا بعض. مهم. يمكن الواحد ما بقاش عنده وقت زي الاول يتفرج، وما بقاش عنده وقت زي الاول يقرا. بس اللي بيحصل ان بيجي مرحله كده لو ايه الاسبوع اسبوعين اجازه ان بتوين شغل او خلصت درافت وبتاع، طب انا فاتني كذا 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 كذا، فبرجع ابص عليهم. فبعمل ده كل فتره اوكي. على قد ما اقدر يعني. الازمه اللي حاصله دلوقتي ان الحاجات بقت كتير قوي جدا. يعني. كان زمان المسلسل الحلو انت عارفه، يمكن الافلام السينما لا فيها مشكله، بس المسلسلات الحلوه انت كلنا بنتكلم عن المسلسل. لكن النهارده المسلسلات الحلوه قليله، المسلسلات المتوسطه يعني المتوسط الى جيد كتير جدا. ايوه اللي هو اللي من 5 ل7 ده ده كتير قوي. اللي بعد كده تقريبا نادر قوي. مم. بس فال5 ل7 ده بقى بيفوتك، وساعات حد يعمل ريكومنديشن ويطلع مش مزاجك قوي او كده. بس دول اللي ابتدوا يقعوا من الواحد الحقيقه، بقوا كتير قوي. صحيح. بس هل لسه ممكن تتفرج على مسلسل او فيلم وتحس تقول ايه ده الكتابة هنا حلوة؟ اكيد طبعا. اكيد أوكي. طبعا. لا ده طول الوقت. مش بتتفرج يعني، ما بتتفرجش بمنطق الكاتب اللي بيشوف الحاجات معمولة ازاي، اللي هو بتسيب نفسك كده؟ لا انا ما بعرفش اسيب نفسي. بس عموما يعني انا عموما كريتيكال جدا في شغلي، وكريتيكال جدا في اي حاجه بتفرج عليها او كده. فانا عموما ما بسيبش نفسي، عشان ما بقاش بقول لك اي كلام. ما بسيبش نفسي خالص. ولكن الحاجه الكويسه بتجبرك انها كويسه. يعني انت فاهم، يعني انت مش معقد نفسيا انك بتتفرج على حاجه حلوه جدا وقاعد ممكن تشوف برضو ان ده كان ممكن يبقى كذا، او يمكن السبب ان ده مش يعني. خلي بالك مثلا بحاول احلل طول الوقت، احاول احلل ايرادات، احاول احلل النجاح، احاول اقرا الريفيوز حتى بره، اشوف طب انا ليه ده عاجبني ومش عاجب الناس ريفيوز ليه. ليه مثلا حاجه على روتن توميتو واخده النقاد مدينا 90، بس على اللي هو الفشار اللي عندهم ده بوب كورن ميتر ده واخد 50. أوكي. فليه في الجاب ده؟ فانت محتاج تشوف دول قالوا ايه ودول، يعني بحاول طول الوقت احلل ده. يعني ما انا بعتبر انه نقطه من اكبر اغلاطنا ان احنا بنحلل الفشل. يعني احنا بنستنى نفشل ونقعد نحلل احنا فشلنا ليه. أوكي. الصح انك تحلل انت نجحت ليه طول الوقت. انت نجحت لسبب، فلازم تعرف الاسباب اللي خلتك تنجح مش العكس. وتقدر تحط ايدك على اسباب النجاح فعلا. اكيد لان يعني. بحس انه جزء برضو كبير من اسباب النجاح انه بيبقى فيه فاكتور اكس كده اللي هو. لا ما هو فاكتور اكس ده موجود، بس برضه حتى فاكتور اكس له سبب، وحتى الباقي فيه سبب، وحتى الناس ليه الحالة المزاجية دلوقتي قالت ان الفيلم ده ينجح او المسلسل ده ينجح، او انه ايه اللي اتعمل صح، او ايه اللي اكل مع الناس في ده. يعني خلي بالك يمكن من التجارب مثلا ان انا لما اعمل 3 اجزاء من ولاد رزق، او خلي بالك احنا اللي حصل ان ولاد رزق واحد لما نجح حللنا نجاحه جدا، وقمنا عاملين خلية. عاملين خلية رغم ده فيلم تاني، فيلم بس تاني خالص. من فهمنا لنجاح ولاد رزق ان بقى عندنا elements عايزين تبقى موجوده. انت فاهم. فلما جينا نعمل ولاد رزق 2 انا بقيت عارف انه في حاجات معينه انا عايز تبقى موجوده. فقصدي بعمل ده مش يعني مش. اوكي. انا بقى ليه بقول التحليل اسباب النجاح ممكن يبقى اللي هو ملتبس شويه، او اللي هو في حاجات فعلا ما بنعرفش، لانه النجاح بيحصل فجاه احيانا. اللي هو عارف مشكلة. مثلا افتكر واحنا صغيرين اسماعيليه راح جاي ضرب، اللي هو ضرب ليه انت يعني بس ما تقدرش النهارده ترجع تبص عليه تاني تقول هو نجح ليه. ممكن. طيب طبعا، بس اللي هو بيبقى تحليل باثر رجعي. وممكن لو حاولت، يعني انا فاكر ايام اسماعيليه او ايام صعيدي، ما هو بقى في مثلا هنيدي سبب للنجاح. رقصة هنيدي بالكوره. ايوه لما يعني رقص بالكوره. فكره ان الافلام كانت تقريبا مش موجوده قبلها، كانت مرحله كبيره جدا من الافلام. النجوم كانوا كبروا جدا وبيعملوا افلام شكلها مختلف. صح. محمد هنيدي كان فريش جدا، اغنيه كمننا قلبت الدنيا. محمد فؤاد كان نجم كبير جدا اياميها. يعني قصدي في اسباب من دي. نفس الاسباب دي لما اتعملت كوبي بيست، عشان كوبي بيست وعشان الزمن. ما انت في ساعات the right place at the right time.
انت الوقت المناسب في المكان المناسب انت، فهو ده ساعات دي الحاله اللي انت الاكس فاكتور. الاكس فاكتور هو الوقت المناسب في المكان المناسب. بس ايه بقى؟ صح. ان الناس عايزه كوميديان جديد، ان الناس عايزه زي فيلم الحريفه النهارده لسه قدام فيلم أيوة. الحريفه اتحل النجاح. صح. انت فاهم، لان في اسباب هتبقى قريبه جدا على فكره من اسماعيليه رايح جاي، فاسباب صح. النجاح هنا وهنا. صح صح جدا. ف صحيح. طيب انت من شويه قلت بتتفرج على المسلسلات، وقلت ان انت بتكتب، انت قلت ان انت في مشروع مسلسل دلوقتي. ده اول مسلسل؟ انا كتبت اول مره تجرب لا انا كتبت مسلسلات ما اتعملتش. اوكي. انا دايما في مشكله ان لما بكتب مسلسلات بيقولوا لي ده هيكلف كتير قوي، ده صعب جدا، ده ايقاعه سريع قوي، أوكي. ده لا يصلح. فبقول لهم طب يا جماعه ده اللي عايز اعمله، باي باي. اوكي. فالحد ما ينفعش انتاجيا يعني. صعب. وانا حتى يعني مثلا كنت هعمل مشروع من فتره مع منتج كبير ومسلسل، وكان بينا تليفون، فقال لي انت عايز تعمله كام حلقه؟ فقلت له انا عايز اعمله 10 او 12. اوكي. قال لي طيب اصل ال10 مش عارف ايه والبتاع ايه، طب ما تخليه 15. اوكي. قلت له طيب انا ما عنديش مشكله اعمله 15 يعني خالص مفيش ازمه، ولكن قال لي عشان نزله رمضان اعمله 15. قلت له لو هل هنتزنق في التصوير وهتقول لي غير البدايات، اللي انا بيفرق معايا جدا خلي بالك يعني انا مثلا من الحاجات اللي بتفرق معايا جدا في الكتابه، هتفتح ازاي المشهد وهتقفل ازاي المشهد وهتنقل على المشهد اللي بعده ازاي وهتفتح الفيلم ازاي يعني في حاجات ممكن اضيع فيها وقت كبير جدا انت ما تتخيلش ممكن حد يضيع فيها. يعني ممكن اعطل في بس النقله من المشهد ده للمشهد ده وافضل قاعد يوم افكر ان النقله مش عجباني، اوكي، او ان انا اوريدي محضر المشهد ده وبعدين المشهد ده مش راكبين دلوقتي في حاجه غلط. فالحاجات دي بقعد فيها كتير جدا. فلو هتيجي تبوظها لي او تشيل لي لاينز او تيجي تقول لي اصل احنا اتاخرنا في رمضان قولي من دلوقتي. فسكت كده شويه قال لي لا خلاص طبعا قال لي كده. فانا مش يعني ما اعرفش ومش عايز اروح اعمل مسلسل يطلع وحش. يعني على قد ما اقدر برضه مش في ايدك، بس على الاقل ما يعني انت فاهم. فالحقيقه انت المسلسل اللي شغال عليه دلوقتي مسلسل قصير. مسلسل قصير. انا مش مقتنع ان في حاجه اسمها 30 حلقه مسلسل اصلا. وعندي مشكله ان ال 15 حلقه هي النسخه هو برضه المسلسل يعني بص كل حاجه، وده كلام ما بقوله لك يعني انت عارفه، مش يعني انا اسف. لا ما يعني انتوا مش عارفينه لكن كل حاجه لها الدي ان ايه بتاعها، لها الدي ان ايه. الفيلم له دي ان ايه، الفيلم القصير له دي ان ايه، الميني سيريز له دي ان ايه، المسلسل القصير، المسلسل الطويل، المسلسل 15، المسلسل 30. احنا بنعمل مسلسلات 15 هي المسلسل 30 بس هو في 15 حلقه. ده المفروض يبقى مختلف ك دي ان ايه كموضوع وكشكل حلقات وكشكل بناء، مش هو وبنيجي نعمل 10 هو برضو. احنا مش عارفين نميز نميز الحكي المناسب للمساحه دي للحجم ده. انا عندي وجهه نظر انه البلاتفورم هو بيد سيرفيس، يعني هي مدفوع، وبالتالي هو مش مسلسل عادي، هو مسلسل مدفوع. فهو شيء اقرب للسينما ولكنه ليس سينما، كأنه فيلم من أجزاء، فيلم من أجزاء أو فموضوعه لازم يبقى مختلف، في شيء من السينمائية، مش قصدي إنه بس يعني دراما يعني في شيء من السينمائية كواليتي وإيقاع. إحنا ما بنعملش ده، إحنا بنتعامل إن كله زي بعضه يا باشا، حط الإعلانات وحط المش عارف بس ده هنعرضه على هنا وده هنعرضه هنا وده يعني هنعرض فين، لكن في الآخر الدي ان ايه واحد، وده مش صحيح جدا. بفتكر يعني صح جدا، لانه يعني من احلى الحاجات اللي شفتها على بلاتفورم حاجه مصريه، ما اعرفش شفته ولا لا، اللي هو بتاع هاني خليفه ومحمد رجاء، ليلة واللي فيها. ما شفتوش بس 6 حلقات. هو ده اللي انت بتتكلم عنه، ده دي ان ايه بتاع 6 حلقات، اللي هو كأنك تتفرج على فيلم متقسم فصول. فعلا من الحاجات، يعني لما رجاء كان معايا من يومين، ده من الحاجات اللي اقدر اقول عليها مخلوقه للبلاتفورم. مش مجرد انه قصه مسلسل كان ممكن يبقى 30 حلقه وعملناها في 10 او في 6. أيوة. طيب انت مريت في حياتك بتغيرات اجتماعيه وانسانيه قبل انا عايز اعتذر عايز اقول لك ان انا تعبت.
عايز اوصلك للحته اللي شريف نجيب وصل لها. انت كنت بتحكي من شويه ان منى ايام ولاد رزق قبل ما تكتبوا كنتوا مخطوبين، بعد كده اتجوزتوا، بعد كده بقى في يحيى. والتغيرات دي بالنسبه لك انت ككاتب بتفرق في نظرتك للي انت بتكتبه؟ طبعا. انت كل مرحله في حياتك بتبقى في حته مهما كنت مش هتعرف تفهمها. يعني انت النهارده لو قعدت تمثل او تقرا كتب عن ازاي انت الاب بيعمل ايه مثلا او مشاعره، او استحاله زي ما تبقى انت عشت انك اب. يعني في تفاصيل من دي، انك انت النهارده راجل لوحدك في الحياه وبس بطولك كده والدنيا بتاعه. يعني كل اللي بحكي لك انا عارف ان هوصل وبتاع. يمكن لو حد عنده اسره مش عارف يعمل ربع اللي انا عملته، الاسترس اللي عليه انه يوصل او يعمل، يعني ممكن يبقى انت شايل مسؤوليه بالظبط. يعني. فقصدي كل حاجه من دول بتفرق، كل مرحله بتفرق وبتثقلك بشيء ما. قد يكون بقى الازمه الحقيقيه اللي بتحصل للمؤلف انه ما بيقدرش يشوف الدنيا بعين الصغير. يعني عارف، هو في سايكل كده، انت بتكبر مع الشغلانه. ما بقولش انك لكن هيظل في حاجات ممكن لو عملتها ما تطلعش حلوه، لانك عديتها وبقيت شايفهم بوجهه نظر بقيت كبير انت. بقيت شايفهم بوجهه نظر الاب او بوجهه نظر بتاع. فبتبص. ويمكن دي كانت مشكلتنا زمان لما تفتكر واحنا بنتفرج، ان كان الشباب فاكر في المسلسلات والافلام مش شبهنا. ايوه لان اللي كاتبهم ناس، اللي كاتبهم واحد كبير وفاكر ان لما يقول روش طحني يبقى هو كده عمل انه كده بيوجه بيخاطب الشباب في العمل بتاعه. فما اعرفش، انت قلقان ان انت توصل يعني يبقى ده خطر في وقت من الاوقات ان انت تبقى منفصل عن الجمهور بتاعك بحكم السن والنضج اتمنى ان ده ما يحصلش، هحاول ان ده ما يحصلش، ولكن عارف انه هيحصل. اوكي. طب ازاي ممكن نتفاداش؟ مش تعرف ننزل نسهر في اي تنزل يعني فعلا ملهاش حل اظن. فالاحسن ان احنا نبدا نركز على كتابه مع شخصيات احنا نقدر نفهمها كويس، شخصيات قدنا او مش عارف بس بقول لك يعني يمكن مثلا دي بتواجه اللي بيكتب كوميدي مثلا. انت هتلاقي كتابه الكوميديا فيها فريشنس معينه بتخلص. انت فاهم؟ النهارده مثلا في تغيرات حاصله في السوق، مثلا في منطقه الاكشن، في حاجات انت لازم تبقى واعي لده، ان في تغير ما النهارده في شكل الحكي، مش بس عند المؤلف، شكل الحكي، شكل الكوميديا، شكل الممثلين، شكل طريقه اللي بيعملوه. ممكن. ودي مثلا يعني لما ارجع اكلمك على طارق العريان تاني. طارق زمان انا في يوم قاعد معاه، بعدين بصيت كده على كل اللي في المكتب، لقيت ان هو طارق الوحيد الكبير اللي فينا، وكلنا اصغر منه بكتير شويه بشويتين. فكان فعلا مفيش كل اللي حواليه شباب. ده بيفرق. اوكي. يعني فكره ان انت حتى مع الوقت يطعم بان طارق بيغير التيم اللي بيشتغل معاه. يعني هتلاقي كل مرحله بيغير التيم، لان بتغير التيم البرودكشن والناس اللي ورا الكاميرا وكده. فقصدي ده بيخليك فريش. فده مهم برضو ان انت تبقى شويه بتشتغل مع ناس. يمكن احنا شغلتنا ما فيهاش التيم قوي، مش غير، بس ممكن انت مثلا طب اشتغل مع مخرج صغير، اوكي، فيظبط عندك، يديك الحته دي شويه. اشتغل مع حد، يعني مش لازم تبقى طول الوقت اشتغل مع مسيم فيجي يقول لك لا دي كذا دي، يعني فممكن يدي لك الابديت يعني. اظن ان انت برضو محتاج لا تنغلق على الناس اللي بتقعد معاها او الناس اللي انت بتشتغل معاها او كده. ولو لقيت ما تحاربش قوي انك تفضل قاعد في الشغلانه 100 سنه، يعني سيبها وامشي، يبقى منتج، ده احسن. طب ما فكرتش تكتب او مش، يعني انا عارف ان ده طبعا سؤال افتراضي صعب قوي لانه ده مش متوفر يعني بسهوله، بس فكره انه للاطفال حاجه يحيى يشوفها يستمتع بيها، لان انت كل افلامك دلوقتي مثلا صعب يحيى ما بيتفرجش عليها، بيتفرج على المطاريد، بيحبه على فكره، بيحب المطاريد. الحاجه الوحيده اللي شافها ليا ونفسه بقى يتفرج على اولاد رزق. السنه لما نزل اولاد رزق وفي اعلان في الشارع وبتاع، ده مش نافع نفرجه عليه. فكان الموضوع مضايقه جدا. اتفرجت على الاعلان وكده انا كتبت اطفال في مرحله كتبت اطفال وكتبت تاريخي وكتبت كل حاجه. انا بستمتع ان اكتب. يعني اشوف اللي ما بعرفش اعمله واروح اعمله واتعلمه واحاول. فكتبت في مرحله كنت يعني محتاج شغل وكتبت حاجات للاطفال ما كانتش مبهره قوي او عظيمه قوي او كده كايفن بس انت كتبتها قبل ما يبقى عندك اطفال.
كتبت قبل ما عندي اطفال بس بقول لك يعني كان البروجكت كده وبالعكس يعني كان في فيدباك حلو جدا مع ناس اللي اشتغلت معاها وكانوا شايفين ان ايه ده انت ازاي كاتب 30 حلقه كل حلقه قصه وكلهم كانوا طالعين من مصنع لان يعني كان في كلام كده فانا ما خدتش الموضوع هزار يعني حتى لو شغلانه انا برفض تماما فكره على قد فلوسهم او على قد لا ما تعملش الشغل طالما قبلت حاجه لازم وحطيت عليها اسمك لازم تعمل اللي انت افضل ما عندك طبعا طالما حطيت اسمك على حاجه لازم تعمل فيها افضل ما عندك والا ما تعملهاش. طيب هل مع اننا بنعمل افضل ما عندنا في الشغل هل ممكن دلوقتي تبص على حاجه في ولاد رزق واحد مثلا كتير ما بعرفش ابص ما بعرف. اوكي انا عندي تشوف الحاجات اللي كان ممكن تبقى احسن طول الوقت اوكي طول الوقت وعلى فكره عندي مشكله ان يعني أنا في العرض الخاص ببقى دايما متقدر عمري يعني الحاجات بتاعتي اللي شفتها مرتين لاسباب قليله جدا. ان ممكن مثلا في عرض خاص في القاهره وعرض خاص في الرياض مثلا شفت الفيلم مرتين غير كده استحاله. يعني انا لحد النهارده عمري ما فتحت يلا اتفرج شفت اما جيت اكتب ولاد رزق 3 رجعت ابص على 1 و2 لحاجات كنت عايز اعملها او كده لا يعني اتاكد منها لكن عمري ما بس انا هنا ومش اللي هو بتفرج عليه من الاول للاخر يعني ما بتراجع بس كده لا براجع لكن بس انا هنا مش بسأل بس عن انه حاجات دلوقتي ممكن ما تعجبكش في الاوفرول لا في شغلك انت ايوه بيضايقني جدا وممكن مثلا ان انا كنت كاتب جمله الحوار بالشكل ده واتغيرت انا ما بيضايقنيش انها اتغيرت بس بتفضل في ودني اللي انا كنت كاتبها فبيبقى عندي انزعاج بعض الاوقات بيبقى عندي فيها حاجه كده فليه خلاص انا حاسس اني عملت كل اللي اقدر عليه اني اطلع الشغل كويس ده اللي يفرق معايا. ما غير ذلك كده عندي مشكله حتى مع فكره النقد وفكره خلاص اللي حصل يعني انت مش انت ما بتكتبش نفس الفيلم مرتين وبالتالي كل النصايح وكل الحاجات اللي ممكن تتقال وكل الحاجات هي الحقيقه لبن مسكوب يعني مش حاجه هتحصل فهتضايق نفسك وخلاص يعني. اوكي في المسلسل بتكتبه لوحدك ولا معاك رايترز؟ معايا رايترز. انا بحس دايما ان المسلسلات بتتطلب عمل جماعي والعمل الجماعي ده ليه انت المسلسل مهما كان فيه لاينز اكتر وفي افكار اكتر وفي حاجات محتاج الناس بتتصور انك انت ما تجيب ورشه انت بتجيب ورشه عشان تقلل تكتب في وقت اقل او تضرب فلوس او يعني في دايما فكره كده ان الورشه دي حاجه كده مش صح يعني فاهم حاجه فيها بيزنس كده في ورشه كده وفي بتاع وفي يعني كلمه حتى الناس بتتعامل معاها على انها ورشه كده ما اعرفش ليه يعني انا رايي الشخصي لو انت هتعمل شغلانه والشغلانه دي هتبقى انت مش هتقدر تدي نفس التركيز بتاع الفيلم مهما كان مش انت بتتكلم على الاقل في 8 ساعات مثلا يعني وبالتالي لو انا لوحدي هطلع كواليتي 70% وجي معايا حد خلاه 71% انا موافق اوكي بالبساطه دي عرفنا نخليه 72 75 80 وات اي نسبه تحسن هتحصل انا عايز ده اوكي سواء ايقاع اسرع افكار احسن شخصيه حصلت لاين درامي اتفتح اي حاجه حد هيزودها انا موافق انا عايزها اوكي فده اللي بيفرق معايا. بعد شغلك لوحدك لفتره على افلام وبعدين دلوقتي معاك فريق بتشتغل معاه على مسلسل كان في عندك صعوبات في فكره الهيد رايتنج وازاي تتعامل مع الايجوز بتاعت الكتاب في الاخر كل كاتب بيبقى له راي ووجهه نظر وبتاع ولا عرفت تحط سيستم بدري يريحك وتشتغل عليه؟ بص انا كنت متخيل اني هتعب يعني ولكن لا بالعكس تجربه ان انت تبقى قاعد مع ناس شاطره وذكيه وبتحب شغلها زيك ده شيء ممتع مهما كان يعني انك تلاقي ناس شبهك وعايزه تعمل نفس الحاجه وخصوصا لو انت استشعرت ان قلبهم عليك قلبهم على البروجكت عشان انت خايف على اسمك فاصبحوا هم خايفين عليك وخايفين على اسمك معاهم واسمهم يعني انت لازم توصل لهم الحلقه ما انت اسمهم هينزل اسمك مكتوب واسمك على الحلقه دي وكل حاجه فبالتالي لو الناس عندها طلب لازم تحبها وتحترمها وتقعد مبسوط ان هم موجودين معاك. اخترتهم ازاي؟ بيبقى ناس قريت شغلها يعني ما فيش حد ما بقراش شغله ببقى الاول ناس كتير قوي بتبعت لي لما بلاقي حد كويس ببقى عارف انه فلان كويس فبفضل حاطط عيني ان فلان كويس فبتيجي وقت جد تحب تبقى معايا بيقول لك بيقول لك لا فبتبقى عارف الناس دي
هل ممكن من الكرايتيريا بتاعت اختيارك انه يعني لو حد بيكتب وباي ذا واي الناس اللي اشتريت افلام وبقيت بنتج لها من الناس اللي كانت بتكتب معايا. اوكي عشان بس دي اوكي نقطه مهمه. اوكي اه طب وانت بتعمل التيم كان مهم بالنسبه لك انه مش بس انه يبقى كاتب جامد لكن الكيمستري بينهم وبين بعض تبقى شغاله، اكيد. ولا انت بتفصل قوات ولا يعني؟ لا انا بتهيألي لو طبعا الكيمستري دي ما اعرفش بتحصل ازاي. بتحصل اظن من طبعا ان امور شخصيه، الناس المؤلفين خلي بالك تركيباتهم الشخصيه قريبه من بعض عموما يعني. يعني ككاركترز بتهيألي في اشياء كومن كده. احنا بنتحد على المشروع ثم بنقعد بقى مع بعض. ما انت خباك انت مع الوقت انت اللي عندك خبره في الحياه اكتر، فبيبقوا عايزين ساعات ممكن يسمعوا منك او بقيت حكيم الغابه. فيعني في حاجات من دي ما اعرفش يعني. لو حد يعني خلي بالك الناس اللي طب لو بتيجي حسيت ان في خلل، لو حسيت ان في حد بقى مزعج، يبقى لازم يمشي خالص. يبقى لازم يمشي. بص انا الشغلانه لو مش مبسوطين فيه انا برجع للكونسبت الاصلي. يعني انا بعد سنين وصلت لايه، تعال نرجع باك تو ذا روتس، البيزكس. البيزكس ايه؟ انا بشتغل في الفن عشان انبسط. خلاص تجاوزت الحاجات التانية كلها، حققت نفسي فنيا وماديا وكل شيء. فانا بالنسبه لي ما عنديش اي حاجه عايز اثبتها في الشغل خالص. اوكي يعني انا راضي بكل اللي حققته ومش فارق معايا. فارق معايا احافظ على نجاحي اكيد على قد ما اقدر، لكن البيزك بتاعي انا عايز اشتغل عشان انبسط. لو الانبساط هيقل مش عايزه، مش عايز الشغلانه. هجيب ناس تضايقني، مش عايز. تعال ننبسط بس. طيب لو قلت لك نفس المتوسط الانكم اللي بيجي لك هنحافظ عليه بس من خلال شغلانه تانية بعيده عن كل الكلام ده، ممكن هفضل اكتب عادي. ما بقولك انا ممكن اكتب عشان عايز اكتب واقعد اكتب مع نفسي واحاول اعمله وما احاولش اعمله بتاع، لكن يعني لا بس لو لا انا عايزك تختار شغلانه تانية. شغلانه شغلانة. يعني حاليا انا ما فيش حاجه في مزاجي عايز اعملها. اظن ان انا عندي عقليه بيزنس مان شويه، فممكن اخش في حاجه فيها بيزنس او كده. كم ابعد على الفن خالص، ما انتجش حتى. يعني ما يعني وات ايفر ايه الحاجه مصنع سيارات يعني ما اعرفش ايه الحاجه بالظبط، ولكن اظن ان انت طول الوقت ما بتفكرش في الشغل التاني قد ما بتفكر طب ايه شكل الريتايرمنت. هقعد اصطاد على البحر، هقعد اجيب مزرعه واقعد طب ايه شكل الريتايرمنت؟ انقي. ما بقولك بتقعد تفكر في ده. بس المشكله بقولك انا وركهوليك. فاللي هو مش عارف يعني مش قادر اتخيل ده، لان بقولك انا بقعد اسبوع اسبوعين ما بكتبش، بزهق. انا من ضمن المشاكل اللي كانت عندي لما كنت في الهاني مون بتاعي زمان، جالي بانيك وانا في وسط الهاني مون ان دي اكتر فتره قعدت ما كتبتش فيها في حياتي. وبقيت خايف ارجع مصر ما اعرفش اكتب. يعني كان عندي بانيك ان انا خايف ارجع الاقي نفسي ايه ده، انا ايدي ما بقتش شغاله. فمش عارف يعني. بس انت من الكلام ده مديني احساس ان انت عندك حاجات كتير اتكتبت ولسه ما اتعملتش. عندي منها مسلسلات كتير، منها حاجات يعني ما وهتبدا يعني عامل لها خطه للظهور ولا انت مستمر؟ بص ما فيش البني ادم غير قادر على تخطيط اي شيء. اظن ان احنا يعني الحياه علمتنا ان انت ممكن تبقى قاعد في بيتكو، قال لك في عاصفه التنين، بعديها مش عارف حصل ايه، فقال لك ده في كورونا هنقعد في البيت، لقيت نفسك قعدت في البيت سنتين. فيعني ما تحسسنيش انه البلاننج صعب جدا. وانا جربت افكار كتير واحلام كتير وبتاع، لا البلاننج تعمل عليك دايما. ايه هيتعمل امتى وهيتعمل ازاي يعني مش اعمال في الدرج على فكره بالشكل ان انا بفضل ابوش لغايه ما الحاجه تتعمل. يعني خلي بالك انا بعرف اني الاين الناس، مش بقولك انها تعمل في يوم وليله، بس انا هعمل ده مين معايا. بتاخد قرار ان انا هبدا اتحرك على المشروع ده لما تكتب كلمه النهايه، يعني طالما الفيلم ده خلص هبدا احركه. الحاجات اللي ممكن تبقى مؤجله في حاجات مؤجله غير مكتمله. لا لا في حاجات. لا انا بتكلم انت ممكن تكتب فيلم او يبقى عندك بروجكت النهارده مشكلته انك مفيش مخرج لاقي عليه، مفيش مش عارف كذا، انتاجيا ما ظبطش معاك. يعني في حاجات من دي هفضل وراه بس. لغايه ما ان شاء الله يتعمل يعني ان شاء الله، او تصحى في يوم من الايام تقول ايه ده زمنه عدى قوي او حاجه، مش مهم بس. تمام.
صديق المؤلف السيناريست، ان شاء الله يعمل ريتايرمنت كويس. انت بتجيب الناس عشان تجيب الناس تلعب في دماغها في الحكايه دي. صلاح الجهيني، متشكر جدا، مبسوط قوي، ويا رب تكون اتبسطت انت كمان. انا انبسطت جدا، شكرا. تسلم لي، شكرا.